السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بألف خير. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق الزيارة عن القريب العاجل. النهاردة هقولكوا ازاي تعملوا عمرة في أسرع وقت. اللي نفسه يطلع عمرة ان شاء الله بإذن الله يطلعها بسرعة بعد الكلام اللي انا هقولهولكوا. حابة اقول حاجة في البداية كده، ان العمرة مش بالفلوس. العمرة دي ربنا بيدعوكي إليه، هي دعوة من ربنا سبحانه وتعالى. ناس كتير بتبقى معاها فلوس ومش عارفة تطلع عمرة، ناس بتقدم في شركات ويجوا في آخر لحظة الرحلة بتتلغى أو يحصل حاجة وما يطلعوش، وناس تفضل تحوش في فلوس علشان تطلع، والفلوس كل ما يجوا يكملوها تتفركش او يحصل حاجة فتصرف الفلوس في حاجة تانية فالرحلة تتأجل. واللي يقولك انا مش طالع عشان ولادي وعشان المدارس، واللي يقولك اصل انا عندي شغلي. فالرحلة دي دعوة من ربنا ليكي، ربنا لما بيناديكي لبيته بتروحي. بس اهم حاجة لازم يكون انا نفسي بدعي وبالحها على ربنا. فعشان تطلعي بسرعة انا هقولكوا يعني انا كنت بعمل ايه، وربنا الحمد لله اراد ان انا اطلع. طبعا مش اول مرة اطلع، بس الحمد لله ربنا كتبها لي للمرة التانية الحمد لله. وكنت بلح على ربنا الحاح شديد. كنت اجي افتح الكعبة في الشاشة، اقعد اعيط وابص كده للشاشة واقول يا رب انا نفسي اجي اعمل عمرة، يا رب انا نفسي اطوف. من اول حاجة عملتها زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، شايفين الاجندة دي او النوتة دي نوتة انا جبتها في اول السنة. حطيت العمرة هدف من اهدافي، كتبتها من اهدافي في بداية السنة. لو هنلاحظ كده 23/1/2023 من ضمن الاهداف بتاعتي كتبت انا هعمل عمرة السنة دي. ما كنتش محضرة فلوس، ما كنتش مجهزة نفسي، مش عارفة انا هطلع امتى، بس انا ان شاء الله هعمل عمرة السنة دي عشمي فيك يا ربنا. انا طالعة عمرة. كنت لما اجي اصلي واسجد في الارض اقول يا رب انا نفسي، وانت عارف انا مشتاقة قد ايه، وانا واثقة فيك وعارفة ان انا طالعة العمرة السنة دي. فلازم اول حاجة تحددي هدفك، لازم تكون دي هدفك، مش مجرد انا نفسي اطلع عمرة بقى لما ربنا يسهل لما اكون قرشين. لا، انت لو حطيتيها هدف من اهدافك، زي ما بتحطي مثلا هدفك ان انا مثلا ادخل العيال مدارس لغات، انا عايزة احوش علشان خاطر اجيب الحاجة الفلانية في بيتي، انا عايزة اقوم الصبح اروق الغرفة الفلانية وانزل اجيب مش عارفة ايه من السوق وهعمل الغدا الفلاني. فانتي عشان محددة اهدافك بتحققي الهدف بتاعك. طبعا انا مهما اقول ومهما اعيد مش هيعرف كلامي واحساسي غير اللي راح عمرة قبل كده. طبعا همثلها لكم في ايه، زي مثلا اللي بيحب فاكهة معينة، اللي بيحب المانجا قوي مثلا او بيحب الموز قوي، تيجي تقوله انت بتحب فاكهة ايه يقولك المانجا. ولو لما مثلا يقعد فترة ما ياكلهاش يقول انا نفسي اكل مانجا، المانجا وحشتني. لكن لو واحد ما دقش المانجا اصلا وتيجي تقوله اصل المانجا حلوة قوي، مش هيبقى عنده اشتياق لان هو ما دقهاش من الاول. لكن اللي دقها وعرف طعمها بيبقى عنده اشتياق اكتر وعايز يروح يشتريها علشان هو حاببها. فالعمرة بتفكرني بكده، ان اللي ما جربش مش هيعرف الإحساس، اللي جرب بيبقى مشتاق أكتر. ربنا يا رب يكتبها لكل مشتاق. يبقى أول حاجة هتحددي هدفك. تاني حاجة هتخلي عندك يقين بربنا ان انتي طالعة يعني طالعة. والله العظيم هتلاقوها بتتدبر من عند ربنا ازاي ما تعرفوش. عايزة اقول لكم ان انا اول حاجة بعد ما كتبت الهدف دوت من اهدافي، لقيت جوزي بعديها بكام يوم جاي وبيقول لي فين جواز السفر بتاعك. قلت له ايه ده، معقولة يبقى انا طالعة عمرة؟ انت بتقولي كده بجد والله؟ قال لي اصل انا في الشركة اللي احنا كنا طالعين تبعها، الناس اللي كنا طالعين تبعها قبل كده طالعين عمرة كمان اسبوعين. الكلام دوت كان تقريبا في شهر 1 بعد ما كتبت الهدف بيومين. طالعين كمان اسبوعين ولو كده هنطلع معاهم الرحلة بتاعت السنة دي. بجد؟ طب الفلوس؟ طب احنا مش محضرين فلوس. قال لي ايه ده، هما هيعملوها لنا بالتقسيط. تمام بجد وخلاص ومش عارف ايه.
وسبحان الله لاخر وقت كان ساعتها قايل لنا الغرفة الرباعي ب28,000 وللفرد. واحنا بقى ايه قلنا تمام، وعطيناهم الصورة ورايحين بقى ان احنا عايزين نروح بقى الجوازات نجدد الباسبور بتاعنا. فاكتشفنا ان 28,000 الغرفة الرباعي، وانا عايزة اطلع انا وزوجي ثنائي. فقمت قلتله ايه، قلتله طب ما تسألهم الثنائي بكام. طلع فرقها 6000 جنيه للفرد من 4 ل6. المهم فقلتله لا ده كده هيبقى ياما، والتقسيط لمدة 6 شهور، لا مش هنقدر، وبعدين كده كده احنا طالعين ايه اسبوعين، انا نفسي اطلع وقت اطول، وتعالى نخوض التجربة. وبسمع ان في على النت ايه تأشيرات احنا اللي بنجيبها وبنطلع يعني. المهم فعملت كده وايه وطلعت الحمد لله، بس ما طلعتش بقى ايه في شهر واحد يعني. بصوا ربنا كان شايل لي حاجة احسن. جينا برضو ايه ماشيين في الطريق، فقمت قلتله ايه طب بصوا ان احنا بنسعى علشان ربنا يكتب لنا العمرة. قلتله بس لا، بس احنا ان شاء الله ربنا يكتبها لنا، بس احنا نروح نقدم على الجوازات. الكلام دوت كان في شهر 10 اللي فات ده. يعني فضلت بقى ادعي ربنا، وانا نفسي يا رب اطلع عمرة، وابحث على مواقع التواصل الاجتماعي واشوف التأشيرات بتطلع ازاي والفنادق ومش عارف ايه. بس انا عندي النية، بس الفلوس لسه مش حاضرة. بس انا عندي النية ان انا اطلع ان شاء الله عمرة، ان شاء الله انا هطلع السنة دي يا رب، وادعي من قلبي ان انا واثقة ان انا هطلع. لحد ما جيت في اول 10 قلتله لا ده كده مفيش وقت، ولازم نبتدي ناخد اجراءاتنا. المهم قلتله ايه، قال لي طب ناخد اجراءاتنا ازاي، احنا مش محضرين فلوس. قلتله ايه، قلتله لا احنا نروح نجدد الباسبورات بتاعتنا، نروح الجوازات نجددها، وهي هتيجي ان شاء الله واحده واحده. انا والله نفسي اطلع السنه دي، ونفسي اطلع قبل يوم 28. اشمعنى يوم 28/10؟ عشان يوم ميلادي، كان نفسي يوم ميلادي اعمل عمرة فيه. وفعلا الحمد لله الحمد لله ربنا قدر وعملت يوم 28/10 ده عمرة. المهم قال لي خلاص تمام. قلت له فاحنا نروح نجدد الباسبورات، مش هتبقى بياما وان شاء الله ايه بعديها نبقى نشوفه بقى هنطلع التأشيرة امتى وكده. رحنا نجدد الباسبورات. المهم الناس كلها تجديد الباسبور ممكن يقعد اسبوع 10 ايام، احنا الباسبور طلع خلال 3 ايام. دي كانت اول حاجة في تسهيل ربنا. رحنا استلمنا الجوازات، وقلنا بقى ايه نبحث على النت ونشوف بقى ايه التأشيرة ايه نظامها وكده، لحد ما حد قال لنا ايه ده في حد بيعمل تأشيرات وايه، وكلموه وهو ان شاء الله هيعمل لكم الموضوع يعني. بنكلمه لقينا قال لنا ولو عايزينها من بكرة هعملها لكم. من قبل ما نحول له الفلوس عمل لنا التأشيرات، وقال لنا لو عايزين تسافروا يوم 28 أسفركم. هو اللي قال من بقه يوم 28 اللي أنا أصلا بتمناها. فالمهم احنا ما سافرناش بقى يوم 28، كان تذاكر الطيران لقينا الميعاد الفاضي يوم 26. جينا برضو رحنا، والفلوس اتدبرت ازاي ما اقولكوش، عشان احنا خلاص نوينا، انتي نويتي في الخير. فده اللي انا عايزه اوصله لكم. رحنا التأشيرة بقولكم والله طلعت في يوم، وطلعت قبل ما نحوله الفلوس. رحنا نعمل تذاكر الطيران لقينا عرض كويس وقمنا مقدمين. مفيش كام يوم سافرنا، وكنا قبل ما نمشي معانا فلوس التذاكر وفلوس التأشيرة وفلوس كل حاجة بالزيادة كمان. يعني شوفوا يعني تدبير ربنا. فده اللي انا عايزة اوصله لكم، انه اول حاجة لازم تحطوها هدف قدامكم، مش مجرد ان انا هعمل عمرة وخلاص. تاني حاجة ان انتوا تكون فعلا عندكم النية دي، عايزين نطلع، ايوه من جوانا عايزين نطلع، وندعي ونسيبها على الله ونمشي في الاجراءات ونسعى، وان شاء الله ربنا هيكتبها لكم. ما تقولوش اصل انا نفسي واقعد واقول اصل العيال، اصل ظروفي، اصل جواباتي. والله العظيم يا جماعة ثواب العمرة ده عظيم جدا، وده كلام مش عندي. يعني انا هقول لكم الحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العمرة من اسمها، العمرة عمار، بتعمر قلبك، بتحسن كده من نفسيتك. العمرة عمار بتزيدك في الرزق، لأن في العمرة زيادة للرزق، وده برضو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فما تقولوش مثلا أنا مش معايا، بالعكس انت حطي اللي معاكي كله في العمرة أو الحج واتفرجي ربنا هيزيدك قد ايه قصاد ان انت يعني اتقربتي الى ربنا بحاجة بسيطة قوي، غير ان هي بتغفرلك ذنوبك. وهتحسوا ده يوم ما هتروحوا، هتحسوا احساس يا احنا ليه ما جيناش من زمان، يوم ما هتبقوا موجودين في المكان المقدس العظيم ده. اتمنى يا رب تكون رسالتي وصلت لكم، واتمنى يعني خدوا بنصيحتي، والله العظيم انا زي اختكم، واتمنى ان كل الناس تطلع. والله العظيم انا ببقى واقفة قدام الكعبة وبدعي ربنا يا رب يكتبها لكل المسلمين، يا رب يكتبها لكل مشتاق، يا رب كل الناس تيجي هنا. بتمناها كده من قلبي، زي ما انا يعني فرحانة في المكان ده، نفسي كل الناس تعيش الاحساس ده. وربنا يا رب يرزقكم بزيارة عن قريب العاجل يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.